السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو نتاعي. اليوم حبيت ندير معاكم الوصفة الأكثر طلبا للمولد النبوي الشريف اللي هي معكرة بشكل راقي مع سر الطراوة ليبقى مدة طويلة تجي بنة على بنة، والوصفة نعطيها لكم من ألف إلى الياء بأدق التفاصيل، تجي بزاف بنينة. انا هنا قليت سميد حتى يتحمر، درت 500 غرام اللي هي رطل، وفورت 500 غرام تمر معجون، ضفت له مرف كبيره نتاع الزيت وقعدت نطري فيه باليد. جاني سخون درت المغرف نتاع اللوح بهذه الطريقه، وزدت ضفت له قرصه نتاع ملح مع السميد، لازم يكون سخون، ونخلط باليد حتى يتجانسوا المقادير. بلا ما ننسى طرف تاع حلوة الترك ومكسرات كمشة إذا كان عندكم ولا كاوكاو، وزدت ضفت 500 غرام نتاع زبدة طرية، ونعجن بهذا الشكل حتى نتحصل على عجينة طرية تذوب في اليد. وأي مون يكون عندكم جبتوه غادي تحتاجوه للتزيين، هنا اختياري. بما أن المولد النبوي الشريف على الأبواب بهذه الوصفة التقليدية نتاع زمان، ريحتها تهبل، يحبوها كبار وصغار، تحبوا ديروها سامبل ولا بليمون هذا اختياري. في رمشة عين تحضروها ان شاء الله، تجربوها او تحطوا لي رايكم في التعليقات، ونشوفكم في وصفة اخرى من وصفاتي. سلام.